من حوالي سنتين حصلت أغرب قضية حصلت في تاريخ شبرا الخيمة كله، بالتحديد في منطقة مساكن إسكو. كان في هناك ناس مأجرين شقة، ناس ما حدش يعرفهم، حتى صاحب البيت كان هم مأجرين منه الشقة ببطاقة واحد ميت. تمام. المهم في يوم الكهرباء قطعت، طلعت ريحة قلبت ريحة الشارع بالمنطقة كلها. قالك مش معقول دي ريحة مثلا كلب أو قطة، فقعدوا يمشوا ورا الريحة لغاية ما وصلوا في شقة في الدور التاني في منطقة مساكن إسكو. لما فتحوا الشقة لقوا أكتر من 13 جثة، لا فيهم عين ولا كلى ولا كبد، كانوا فاضيين بمعنى الكلمة. اتصلوا بالحكومة وقعدوا يدوروا كتير جدا ويعيدوا الكاميرات ويشوفوا ويلاقوا ان كل دول كده معمول محاضر من مناطق حوالين شبرا الخيمة ان هم مختفيين، وجابوا اهالي الناس ديت اتعرفت عليهم. بس طبعا لما جم لقوا ان اكتر من 13 جثة مفهومش جثة واحدة فيها عين ولا كبد ولا كلى ولا اي حاجة، مفضيينها خالص. ودي كانت اكبر تجارة اعضاء حصلت في تاريخ شبرا الخيمة كلها، ولغاية دلوقتي مفيش حد عارف مين اللي كان ورا الموضوع ده وليه، ولا الكاميرات عرفت تجيبهم. كانوا واخدين حذرهم بزيادة قوي لانهم شكلهم مافيا، وفضلوا يعيدوا الكاميرات لعربية داخلة يعرفوا يجيبون عليها نمر، ولا حتى اشكال طالعة كله بيلبس نضارة ويلبس كمامة وكاب، مفيش حاجة تميزهم نهائي نهائي. ولغاية دلوقتي الموضوع ده عدى عليه اكتر من سنتين او سنتين ونص، ولغاية وقتنا هذا مفيش حد عارف مين اللي عمل كده، ولا شغالين مع مين، ولا مين اللي وراه. فربنا يستر علينا وعليكم، وخلي بالكم على عيالكم، لان الموضوع ده رجع اليومين دول يزيد تاني. الاختفاءات اللي بتحصل في ناس سن معين كده اللي هم من 15 ل 25 سنة، دول اكتر الجثث السن دوت اكتر من الجثث اللي لقوه سنهم ما زادش عن كده. فربنا يستر علينا وعليكم، وخلي بالكم لان الموضوع بجد متعب جدا، وربنا يستر علينا وعليكم. استنونا في فيديوهات تانية جديدة، وكل يوم هننزل فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.